أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. ده تاني فيديو في سلسلة تصميم الهوية البصرية. وفي الفيديو اللي فات اتعرفنا يعني ايه على هوية بصرية وعناصر الهوية البصرية والأسئلة اللي ممكن تسألها العميل لما يطلب منك تصميم هوية بصرية. وفي الفيديو ده هنبدأ أول خطوة في تصميم الهوية البصرية. أول تصميم بنشتغل عليه بيكون اللوجو أو الشعار. بعد كده بنبدأ في تصميمات السوشيال ميديا الخاصة بالشركة. تالت خطوة بنصمم جميع المطبوعات للشركة من كارت بيزنس وبنرات ويافط ومجلات واستيراد تغليف المنتجات وتصميم الملابس. وفي الفيديو ده هنبدأ في تصميم اللوجو، وبعد كده في الفيديوهات الجاية هنبدأ في تصميمات المطبوعات والسوشيال ميديا. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس، فاعمل لايك وشير وكومنت، ويلا بينا نبدأ. الهوية البصرية اللي هنصممها هتكون لموجود مزارع جفنة بالسعودية لإنتاج زيت الزيتون. فبعد ما نشيت مع العميل واخترنا الألوان ديت، بعد كده هنستخدم برنامج بيكسل في تصميم اللوجو ورابط تحميل البرنامج في الوصف. هنفتح البرنامج ومن هنا هنغير لون الخلفية للون الأبيض. بعد كده من علامة الزائد هضيف التكست واضغط هنا واكتب عليه جفنة. بعد كده من الأداة الخاصة بالتكست هختار فونت عشان أغير نوع الخط. هدخل على ماي فونت واختار الخط ده ورابط تحميل الخط في الوصف. لو عايز تضيف أي خط للبرنامج هتضغط هنا وتختار الخط. بعد كده أنا عاوز أعدل في شكل الكلمة، بس الأول تعالى نفكر مع بعض بصوت عالي ونشوف أنا جبت فكرة اللوجو دي إزاي. أول حاجة جبت ورقة خارجية وكتبت اسم الشعار. بعد كده كتبت ورسمت رسومات كروكية للعناصر المرتبطة بالموضوع، زي مثلا زيتونة وقطر الزيت وشجرة الزيتون. بعد كده ببدأ أربط العناصر ديت بالكلمة وأشوف وجه التشابه بينهم، فلقيت نقط الحروف الجيم والفاء والنون ممكن أستبدلهم بقطرة الزيت ديت. بعد كده حرف الفي ممكن أعدله وأخليه على شكل زيتونة عشان يديني الشكل النهائي ده. ويلا بينا نعرف هنعمل ده ازاي على برنامج بيكسل اب. أول حاجة من القرار هغير لون الخط وأختار تدريجة اللون ديت. بعد كده من علامة زد هبدأ أضيف الملحقات كلها اللي هستخدمها، وكل الملحقات هتلاقيها في الوصف على جروب التليجرام. قطعة الزيت ديت وأستبدل بها نقطة الكلمة. بس الأول عاوز أمسح النقط اللي في الكلمة، وعشان أمسح النقط عاوز أحول الكلمة من تكست لشيب. عشان أقدر أستخدم أداة الإرسكلار في علامة الزائد هضيف شيب وأخلي الأوباسيتي على زيرو. وبعدين هفتح قائمة التغييرات من هنا، وبعدين هدمج الطبقتين دول مع بعض بالشكل ده. وبكده أنا حولت الكلمة لشيب. بعد كده هروح على الإعداديات ديت وأختار أداة الإرسكلار وأمسح النقط بالشكل ده. وبعدين هعمل قبل الطبقة ديت 3 مرات وأبدأ أستخدمهم بالشكل ده. بعد كده عاوز أغير شكل حرف الف للزيتونة. من علامة الزائد هضيف شكل الزيتونة بالشكل ده.
بعد كده هحتاج افرغ الزيتونة من الداخل عشان تديني شكل حرف الفاء، فمن علامة الزائد هضيف شيب، ومن هنا هخليها على شكل دايرة واصغرها واخليها بالشكل ده. بعد كده هدمج الشيب مع الزيتونة، هفتح قائمة الليرات ومن هنا هدمج الطبقتين دول، وبعدين من أداة الإرث كلر همسح اللون الأبيض بالشكل ده. بعد كده هدمج الطبقات كلها مع بعضها، هضغط هنا وبعدين أحددهم كلهم، وبعدين أضغط هنا. بعد كده من كلر هوحد اللون بالشكل ده. بعد كده هحول الشكل 3D، هختار 3D شيب وأخلي التبس على 10 والداركن على 8، وبعدين أعدل في الإضاءة. ودي النتيجة النهائية. في الفيديوهات اللي جاية هنبدأ في تصميم المطبوعات الخاصة بالشركة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في أمان الله.